شباب، ايه الاخبار؟ النهارده عندنا مراجعه قويه جدا جدا لبراند قوي انا بحبه جدا وعملت له مراجعات كتير قوي، والمنتجات بتاعتهم انا شخصيا بستخدمها دايما وبتشوفوني في صور كتير قوي من براند جراج باي مو. النهارده بعتين لنا مجموعه محافظ وانا جات لي فكره حلوه جدا، قلت ليه ما نعملش مقارنه بين المحافظ بتاعتهم، اوريك مميزات واستخدام كل واحده فيهم عشان لو انت محتاج محفظه او بتدور على محفظه تشوف ايه انسب محفظه ليك موجوده عندهم. يلا بينا نشوف الكوليكشن. تعالوا نفتح بقى مع بعض. دي بقى مش محفظة عادية، دي باسبور هولدر وكارد هولدر، ممكن تستخدمها بقى لو انت بتسافر، تبقى جميلة جدا. موجود عندهم منها كذا لون، وطبعا هما منتجاتهم كلها بتبقى من الجلد الطبيعي، ما عندهمش حاجات جلد صناعي خالص. يعني عامة لذيذة، وهتاخد معاك حوالي 6 أو 7 كروت أقل حاجة. دي المجموعة اللي وصلتنا يا جماعة. دي المحافظ بقى، هنشوفها واحدة واحدة كده. بالنسبة لأول شكل معانا فهو عامل زي البوك كده، بس لذيذ قوي، حاجة فينتج شوية. كمان الماتيريال اللي معمول منها الجلد عجباني، أنا بحب التكتشر اللي في الجلد دي. تعالوا نشوف من جوه. فيها مكان لكارتين تقريبا من جوه، بلس ان هي كلها على بعضها انت تقدر تحط فيها بقى فلوس او كروت مع بعض برضو جنب بعض، هتبقى شغالة معاك عادي جدا. فلو انت بتحب الشكل ده والستايل ده اعتقد دي هتبقى من الحاجات المميزة. حاسس انها ممكن تتحط في شنطة اكتر من انها تبقى في الجيب، بس برضو ممكن تستخدمها في جيبك عادي. بتحب موضوع السوستة ده فهي هتبقى لذيذة، هرشحها لك، تقدر تحط فيها حاجات كتير وما تخافش عليها انها تقع منها، فلذيذة اوفر. تاني واحدة معانا النهاردة هي الشكل التقليدي للمحفظة، ولكنه معمول بطريقة لذيذة. حاطين فيه برضو أماكن كروت كويسة. دي بتاخد حوالي يا جماعة 7 كروت، فيها أماكن من جوه كمان. أدي أماكن كروت فيها تقريبا 7 كروت تقدر تستخدمها، بلس إن تقدر تحط فيها الفلوس من جوه للناس اللي بتحب محافظ يتحط فيها الفلوس، هتلاقيها حلوة جدا وشغالة معاك. لو أنت من محب المحافظ التقليدية أرشحها لك بقوة. اما بالنسبه لدي فهي من النوعيه المفضله بالنسبه لي في المحافظ، وهي كارد هولدر. وفي الحاله دي تقدر تقول عليها انها بيزنس كارد هولدر. دي بتشيل معاك كروت الفيز والبطايق وكل حاجه، في نفس الوقت فيها مكان واسع كده من جوه، المكان ده تقدر تحط فيه كروت البيزنس بتاعتك، وبرضه ممكن تستخدمها الاستخدام العادي وتحط فلوس برضه كمحفظه عاديه، هتبقى كويسه جدا معاك وكومباكت في نفس الوقت. اللي بالناس اللي بتحبش الاحجام الكبيره اعتقد دي هتبقى عمليه جدا معاهم، ارشحها لك بقوه. لو انت زيي بتحب الحاجات الكومباكت والصغيره اعتقد دي هتبقى اختيار كويس جدا. اما بالنسبه لدي فانا هقول لكم على حاجه بصراحه. انا في الاول لما شفتها ما كنتش مقتنع بيها او ما عجبتنيش، حسيت انها مش عمليه. بس بعد ما استخدمتها ان انا اجرب ان انا احط الكروت كده زي ما انا هوريكم واقفلها، لا وجهه نظري فيها اختلفت. حسيتها لذيذه وشيك، وفي نفس الوقت برضو عادي ممكن تاخد معاك مجموعه كروت عادي تحطها جوه، هتلاقيها برضو شغاله وكويسه، بس مش هتاخد معاك كميه كبيره غالبا يعني. وبرضو تقدر تحط فيها فلوس. الميزه الكبسونه اللي بتقفلها دي بتخليها امان، ان انت تقدر ما تخافش على الحاجه اللي جواها لانها اوريدي ممسوكه ما بتفتحش لوحدها. اما بالنسبه للمنتج ده فهو جراب للمفاتيح، تقدر تحط فيه الميداليه بتاعتك بالمفاتيح بتاعتك يعني، في نفس الوقت انها تبقى ايه محفوظه في مكان شكله شيك وملموم كده. كمان عاملين مكان لسيم كارد، تقدر تحط سيم كارد هنا في المنطقه دي. لو انت من محب ان انت تحافظ على المفاتيح بتاعتك وما تضيعش اعتقد المنتج ده هيبقى كويس جدا معاك.